بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلام من نفس أو من جنس حروفنا، لكن لا يستطيع أن يأتي بمثله أحد. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. القرآن الكريم كله شفاء وكله أسرار، وللقرآن الكريم كل الفضل ككل السور وكل الآيات، ولكن هناك بعض الآيات اللي بيبحث عنها كثير من الناس لقضاء حوائجهم وتحقيق مرادهم وتحقيق الذي يطلبونه في هذه الحياة من سعة العيش، ومن زيادة الرزق والبركة في المال والولد والزوجة، والكثير من الأمور التي يسعى إليها الناس. وفي هذه الروحانيات والأسرار وما أطلق عليه المجربات أوراد معينة وأذكار معينة تدل في المعنى الصحيح على كثرة الإلحاح من العبد بالدعاء. ويتعلق الناس ببعض الأذكار، منها ما ذكره الشيخ فلان أو العالم فلان أو أحد الصالحين أو أحد الأئمة، دون الخوض في تفاصيل هذه الأمور حتى لا أطيل عليكم. فحديثنا اليوم أو في هذه الدقائق سنتحدث عن آيات نزل بها ملك مخصوص لم ينزل من قبل، يعني نزل بالبشارة بتاعتها وإنها بها يستجاب الدعاء، وبها البشرى، ملك مخصوص، وفتح لها باب من السماء مخصوص أيضا لم يفتح من قبل، غير نزول التلاوة الذي نزل به سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ذكرت وفتح لها هذا الباب وأتى الملك بالبشارة له. وهذه الآيات خاصة حديثي عن الفاتحة في هذه الدقائق لها تأثير سريع، يعني ترى النتيجة فورية، ترى النتيجة إذا أيقنتها واعتقدتها فورية. وهنا أوضح على التأثير الحسي المباشر للقرآن الكريم ولآيات القرآن الكريم، وأيضا التأثير المباشر، يعني غير ما أنا مثلا عايز أنجح فأدعو ربنا سبحانه وتعالى إن أنا عايز أنجح، ممكن أقرأ الفاتحة إنه ربنا سبحانه وتعالى ينجحني ويسبب لي الأسباب للنجاح. لكن سورة الفاتحة أيضا أو آيات سورة الفاتحة لها التأثير المباشر، إنها مثلا تخليك تفهم الدرس، تخليك تعرف تحل، يأتي الامتحان يسير، هكذا.
وده طبعا مع الالتزام بالمنهج، لأن معاني سورة الفاتحة نفسها والتبرك بها يجب أن تعتقد هذه المعاني بالشكل الصحيح، وهي تعطيك القوة على المضي في ذلك. مش أنام وأروح أقرأ سورة الفاتحة بنية الرزق يروح يجيني الرزق، لا، ده مع الأخذ بالأسباب. تمام. لكن أنت أخذت بالأسباب، قد تكون الأسباب برضو غير كافية، أخذت بكل الأسباب ولكن الأمور لسه ما اتفتحتش. هنا ممكن سورة الفاتحة تفتح لك وتقضي بإذن الله عز وجل حاجتك. فأنا هنا بتكلم على جزء روحاني شوية، أو جزء عايز يشرح ويفهم. مش بتكلم عن فضل سورة الفاتحة، مش بتكلم، وإن كنا سنذكر بعضه في سياق الكلام، ولكن الحديث عن التأثير المباشر له وإزاي نستخدمها في الروحانيات وقضاء الحوائج، أو ما يسمونه بروحانيات. هو يعني ده مجازا، لأنك أنت بتضفي على روحك نوع من السكينة والطمأنينة، فكل ما في هذا القبيل يسمى تحت بند الروحانيات. لكن دي أنقى وأطهر وأعظم الروحانيات وطهارة النفس والفؤاد. أولا عشان أنا أستخدم سورة الفاتحة لقضاء الحوائج أو أي صور من صور القرآن الكريم اللي هي يذكر فيها أنها تقضي كذا وتزيد الرزق أو تمنع عذاب كذا أو تعمل كذا، لازم يعني أعرف المعنى بتاعها. يعني سورة يوسف مثلا لإزالة المحزون، يعني إزالة الهم من المحزونين والغم، لأن معناها داخل في هذا السياق وتحقيق المستحيلات. فلما أنت بتقرأها هذه الحروف، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا أن تتحول لقوة تفعل ذلك أيا كان شكل هذه القوة لفعلت. يعني هتلاقي طريقة عملها بشكل حسي تعمل ده، لأن حروف المتكلم هو الله عز وجل، فتأثيرها تأثير شديد. وقلت لحضراتكم قبل كده في ذلك الأمر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو هذه الآيات تحولت بشكل حسي نراه ونشاهده إلى قوة ونزلت على هذا الجبل، لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي آية أخرى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني تقدير الآية دي فيها شرط وفيها جواب شرط. ولو أن الشرط، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذا القرآن تسير به الجبال في قوته، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ما هو جواب الشرط؟ لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا. يبقى إذن لازم أعرف وأعتقد إن القرآن الكريم بآياته وحروفه له تأثير مباشر وتأثير قوي. عشان أطبق سورة الفاتحة لاستخدامها، وأيضا يعني سورة الفاتحة تخيل أهم صورة. أنت لما حد بيقول لك ده الشيخ فلان جرب السورة دي، تخيل صورة نزل بها ملك مخصوص وفتح لها باب مخصوص. وسأذكر هذا الحديث لحضراتكم الآن. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. سمع نقيضا زي باب اتفتح واتقفل تاني، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، يعني استجبت به. فأنت معاك
زي ضمان كده جاي يعني غير نزول التلاوة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بدون نزول الملك لكفانا، ولكن تخيل ملك مخصوص ينزل بإيه؟ بالبشرى. طب إيه البشرى؟ إنه مفيش آيات نزلت قبل كده مشتملة، أو صورة مشتملة هذه المعاني الأساسية للتوحيد وللعقيدة وللعبودية إلا في سورة الفاتحة. وأيضا البشرى أنه يستجاب بها، تمام؟ ده غير تأثيرها المباشر، هذا في فضلها، وهذا الفضل يؤكد التأثير المباشر لها. ملك مخصوص نازل بها يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. طيب التأثير المباشر لها أيضا في حديث الرقية. سيدنا أبو سعيد الخدري ذهب في سرية، تمام؟ قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فمررنا على أهل أبيات من العرب يعني، فاستضفناهم، طلبوا أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفونا، فنزلوا بالعراء فلدغ سيدهم، سيد القوم اللي هم ما رضيوش يضيفوا سيدنا أبو سعيد الخدري والصحب الكرام. فأتونا بعد ما لدغ سيدهم فقالوا هل فيكم أحد يرقي، يعني يعالج بالرقية؟ قال قلت نعم أنا أرقي، سيدنا أبو سعيد. قالوا ارقي صاحبنا. قلت لا، قد استضفناكم، طلبنا منكم الضيافة يعني، فأبيتم أن تضيفونا. قالوا فإنا نجعل لكم جعلا، يعني هندوكم فلوس أو مال أيا كان شكل هذا المال. قال فجعلوا لي 30 شاة. قال فأتيته أي أتيت هذا الرجل الذي يريد أن يرقى، اللي الرجل اللي لدغ ده، فجعلت أمسحه وأقرأ بفاتحة الكتاب حتى برأ، يعني قاعد يمسح عليه ويقرأ بفاتحة الكتاب وهي سورة الفاتحة حتى برأ. فأخذ الشاة فقلنا نأخذها ونحن لا نحسن نرقي، فما نحن بالذي نأكلها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا ذلك له، قال فجعل يقول وما يدريك أنها رقية؟ قال قلت يا رسول الله شيء أو ما معناه حدثني الله به في نفسي. قال فاضربوا لي معكم بسهم، يعني أقرهم أنهم يأكلون هذا الجعل أو هذه العطية مقابل الرقية، وده استدلال على أخذ الأجرة في الرقية وفي تلاوة القرآن الكريم وفي تقديم جميع الأعمال. نستنتج من هذا الحديث أيضا إن الراجل ما قراش، الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ما قراش سورة الفاتحة وقال يا رب اشفيه فقط، ولكنه مسح عليه، على اللدغ، على الرجل الملدوغ مكان العقرب يعني، ومسح عليه، تمام؟ فإذا في تأثير مباشر لهذه الآيات، ولذلك تسمى سورة الفاتحة الشافية. يبقى إذا موضوع هذه الحلقة كيف نستخدم هذه الآيات التي لها تأثير عجيب ونزل بها ملك مخصوص. احنا بنصدق ما الشيخ الفلاني يقول لنا الورد العلاني والورد الكذا وكله خير، ولكن دي تخيل قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بها ملك مخصوص، وفتح لها باب مخصوص لم يفتح من قبل، والملك الذي نزل بها لم ينزل من قبل، يعني خصوصية لي، ونزل بالبشرى الخاصة بها ولم ينزل بالتلاوة. طيب المعنى العام لسورة الفاتحة، المقاصد الشاملة عشان تقرأها وتتدبرها وأنت تقرأها لأي قضاء مصلحة، لازم تعتقد ذلك وتخرج نفسك إذا وجد في نفسك ما يخالف ذلك. الفاتحة تبدأ بحمد الله عز وجل، ثم الثناء عليه، ثم الإقرار بالعبودية، ثم طلب العون منه، ثم طلب الصراط المستقيم. المستقيم غير الذي يتبعه المغضوب عليهم،
ويتبعه الضالون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. في حديث قدسي ما معناه: إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، ثم يصل إلى الدعاء: هذا لعبدي من أول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، يعني اللي عاوزه العبد من ربنا سبحانه وتعالى يجاب. وأيضا في الحديث اللي هو بتاع الملك اللي نزل: ما قرأت بحرف منها إلا أعطيته، يعني استجيب لك. يعني لما تقرأ الفاتحة بنية شيء معين، بس يا بطل تخلي الثلاث معاني: الاعتقاد في الله عز وجل أنه مالك الملك، العبودية لله، ثم العمل. يعني أول حاجة الحمد لله رب العالمين، ده حمد لله. الرحمن الرحيم صفات الله عز وجل. مالك يوم الدين تمجيد لله. إياك نعبد، مش إياك أعبد. ما هو رغم إنك وحدك بتصلي ما قلتش إياك أعبد، ليه قلت إياك نعبد؟ لأن الكون كله يجب إن هو يكون عبد لله، فبنقول إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لما يكون عندك مشكلة تقول بك نستعين يا الله، وتقرأ سورة الفاتحة وتشوف الأوراد والأذكار الصحيحة اللي واردة عن سورة الفاتحة، أو تقرأها كلها. سورة الفاتحة سهلة ويسيرة، ولكن تحتاج إلى تمعن. فإذا أنت أقريت الثلاث معاني دول، بعد كده اهدنا الصراط المستقيم في كله، في العقيدة، في العمل بتاعك، في الشغل بتاعك، في كل ما أنت أمنت عليه. انت بتشتغل صنايعي، بتشتغل رجل اعمال، المهم مؤتمن على شيء تعمله بالوجه المطلوب، بعد كده تقول اياك نستعين. حتى لو داخل على عدو او حد يغلبك تقول اياك نعبد واياك نستعين. وطبعا الشافية زي ما شفتوا في الحديث بتاع سيدنا ابو سعيد الخدري، تمام. قرأتها كم مرة. في احاديث اخرى تم الرقية بها لمدة 3 أيام من أحد الصحابة لأحد المرضى، مرتين، 3 يعني في الصباح ومرتين في المساء. اقرأها ما شئت، ولكن كن على طهارة، واعتقد هذه المعتقدات وسمي حاجتك، واعتقد هذه المعتقدات الثلاثة والتصورات الثلاثة الأساسية لسورة الفاتحة، وسمي حاجتك. اطلب: يا رب وفقني، يا رب أطلق لساني، يا رب اجعلني هادي، يا رب اجعلني أفضل من ذلك الأمر، يا رب علمني خطئي. اطلب بها ما تريد به من الله عز وجل. فحاجة النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها، نزل بها ملك مخصوص ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وفي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى إذن اللي ربنا هداهم دول هم الذين أنعم الله عليهم. طب مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ فأولئك الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى إذن العدد وارد في كثير من الأحاديث، في كثير من الذكر. تقرأها وتمسح بها على وجهك وتستخدمها في قضاء الحوائج، فهي مجربة ونافعة، هي وخواتيم سورة البقرة. لأن أيضا خواتيم سورة البقرة دعاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فسورة الفاتحة دعاء، وقبلها إفراد لله عز وجل بالعبودية والحمد والثناء والتمجيد وإقرار العبودية. وكذلك خواتيم سورة البقرة الآيات التي تسبق الدعاء الذي فيها
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أيضا قبل هذا الدعاء إقرار بأن كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله، وأيضا ما نخفيه في أنفسنا أو حتى ننطق به على الحد السواء يعلمه الله عز وجل. يبقى إذن أنا عشان أستخدم سورة الفاتحة في الشفاء أو في قضاء حاجة أو في قضاء دين أو في تغيير الأحوال لازم أعرف معناها، لازم أعرف أنه لها تأثير مباشر زي اللي حدث في حديث الرقية وأحاديث كثيرة في ذلك، ولكن ما حبيتش أطول على حضراتكم. فيا رب أكون قدمت لكم معلومة جديدة عن سورة الفاتحة، وتذكروا عظمة أن آيات ينزل بها ملك مخصوص بالبشرى بتاعتها يقول لك إنها مجابة الدعوة، لو قرأت بحرف منها لا أعطيته. تمام. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي سعيد الخدري. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له مشاركة، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة. والفاتحة بنية خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاولوا يا جماعة برضو تقرأوها كعادة يومية كده على الماء وتشرب منه، سواء بنية التفريج العام أو بنية القوة. والله بتعطي قوة عجيبة، بتعطيك قوة بمعنى يعني إيه، تحس كده ما شاء الله تأثير سريع ليها. اجعل ذلك، اقرأها بنية القوة، اقرأها بنية إن ربنا يحفظك من الشياطين، اقرأها بنية إنه ربنا ييسر لك أمرك. وإن القراءة عليها جزيئات الماء بتتأثر بهذه الآيات المعجزة اللي اتفقنا إنه نزل بها غير فضل القرآن كله، ملك مخصوص يقول إنه لها بشرى ولها كثير من القدر وكثير من العظمة. فما بنقرأها بكل نية، لو نية منفصلة أو نية خير عامة، ده هتلاقوه يعني تأثيره موجود. انتظرونا إن شاء الله الجمعة القادمة أو الحلقة القادمة، وحلقة أخرى من روحانيات وأسرار. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.